فضيحة يوتيوبر جزائرية اشترت قفطانا مغربيا ونسبته للجزائر. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب بالفيديو. أثارت محاولة يوتيوبر جزائرية على انستغرام على تضليل عدد من الأشخاص بتركيا من خلال نسب القفطان المغربي للجزائر موجة سخرية عارمة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمغاربة الذين فضحوا أمرها بالحجة والبرهان. وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام مؤثرة انستغرام تدعى نهلة على ارتداء قفطان جوهرة المغربي وخيط الروح وتجول بتركيا، حيث سألت عدد من السياح من جنسيات مختلفة على أصل الزي الذي ترتديه، لتبلغنا في النهاية أن أصل قفطان وخيط الروح اللذان ترتديهما جزائري، وهو الأمر الذي أثار سخرية واسعة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تداول فيديو على نطاق واسع دخلت بائعة القفطان للشابة الجزائرية على الخط وفضحت مخططها عبر ستوري حساب متجرها الإلكتروني على انستغرام، حيث تقاسمت المحادثة التي دارت بينهما من خلال طلب دولي للقفطان الذي تسلمته من المتجر الإلكتروني للسيدة المقيمة بهولندا. وجاء في ستوري صاحبة المتجر: السلام عليكم، نريد تبرئة ذمتنا أمام العامة بأن هناك جزائرية تدعى نهلة قامت بشراء قفطان قميص جوهرة مغربي أصيل من متجرنا، وبحكم أن موقعنا الإلكتروني مفتوح للشحن الدولي لا يمكننا معرفة نوايا أي شخص يقوم بتقديم طلبية، إلى أننا تفاجأنا مثلكم بأنها قامت بتصوير مقطع فيديو ترتدي فيه القفطان المغربي وتقوم بنسبه لدولتها بدون أدنى حق. ولهذا السبب نود أن نوضح لزبنائنا الكرام عامة وللمغاربة خاصة